اسمعوا المفاجأة لأول مرة تسمعوها عن أقول المتستر بالسلفية عماد رفعت، ولأول مرة ستسمعوها. وإن كان رجل يخرج، ودعك كان يقول لا أخرج والكلام ده، لأن هو عارف لو خرج أنا هعمل فيه إيه. العتيبي قال أنه سروري وما زال يكتب أمور عنده. فبعض إخواننا سألوا، قال له قال عنك أنك قطبي، فهل من جواب؟ استمع حتى تعرف أنهم كلهم يهاجمون في السرداب. نعم كلهم في السرداب. ولا أقول لو عماد رفعت طلع أنا عارف إن أنا هعمل فيه إيه، أنا متأكد. انتبه، استمع يا أخي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تعرف هؤلاء كيف يصنعون. هذه صوتية عماد. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. لا ده سلامي في رد على الصوتية. والحمد لله الناس بترجع. هبين لك الأخ رجع، وأنا لا أقتنع بكلام عماد رفعت واقتنعت بكلامك. الحمد لله يا حبيبي أنا سعيد بيك، وربنا يا حبيبي يبارك في عمرك. أبشر يا حبيبي. شغل مصطفى العدوي ده، أبشر عارف إيه، تمسح مش عارف إيه، والكلام اللي هو عارف شغل المساكين ده. لا عليك، أنا مش زعلان منك خالص، أنا تفهمت الآن بارك الله فيك. الإشكال يا أخي الحبيب أنه يكذب علي، يكذب فيما يخص ديني ومعتقدي. تخيل حضرتك لما تسأله عني يقول لك كان قطبيا. والله وبالله وتالله كذاب أشهر ما كنت يوما قطبيا. ركز، حلف عماد رفعت بالله وتالله الأخ ده يا جماعة تراجع، وأبين لك رسالته قال إيه في الآخر. قال كلامك يا أخي ماجد وقع في قلبي، أقسم له عماد رفعت بالله وتالله أقول لك إيه، يمين لم أكن غموض قطبيا. يا استمع حتى يفضح يا جماعة، استمع. الفكر القطبي والإخوان ولم يكن أبدا معهم، أبدا أبدا لم أكن قطبيا ولا إخوانيا بارك الله فيك. ولم أكن معهم، لم أكن. ده السرداب. الكل يعني الكل يعرف انه كان قطبي. اقلع النضاره عشان تشوف، فاكرنا مش شايفين. الله المستعان. استمع. عماد رفعت كان يحسن الظن ببعض الناس، بيقول كان يحسن الظن، كان يخرجون في رابعه يا عماد في 2011 وانت في احضانهم وبتشوف الثورات، كنت بتحسن الظن، كنت بتطلع تنكر علانيه، كنت تحسن الظن وتقسم يا كذاب. اجيبها تاني. تخيل حضرتك لما تسأله عني يقول لك كان قطبيا. والله وبالله وتالله كذاب أشهر. بالله والله وتالله. كمل يا عماد، كمل يا حبيبي. ما كنت يوما قطبيا. عماد رفعت يحارب الفكر القطبي والإخوان. خلي بالك بيقول لك بيحارب. متى؟ كان بيحارب في أحضان مصطفى العدوي يا شيخ. هو كان من مدة حذف صورته الفيسبوك مع مصطفى ده لسه. أنا اللي قلت له مسحها، إخوة كانوا بيكلموني. فاكر يا شيخ. بيحلف والله وبالله وتالله. ولم يكن أبدا معهم، أبدا أبدا لم أكن قطبيا ولا إخواني. ولم أكن معهم. كذب. بارك الله فيك. نعم عماد رفعت كان يحسن الظن ببعض الناس، وأنا بشر يصيب ويخطئ. الله كان بيحسن الظن من 2011 وقبل 2011 يا عمدة. ما حدش شافك إلا بعد سنة في المنهج، ودخلناك أنا والأخ أحمد، وكنا بنتصل عليك يقول لك امسح كذا وكذا وكذا. أكمل وجاي يتكلم على الشيخ فركوس. أنا لي حالهم حذرت منهم، لكن أنا كنت بصدع بمنهج أهل السنة والجماعة. بتصدع بمين يا عماد؟ ما تفتح لنا الجوال اللي عندك كده، جيب لنا الإنكار العلني بتاع عماد وهو بيصدع بالسنة، يصدع بالبدعة. سبحان الله يا عماد. عيب يا عماد. عماد ده أنا كنت بكلمك أقول لك
امسح انكارك العام على الرئيس السيسي. يقول لي يا اخي والله ما كنت مش عارف ايه. يا عماد الناس بتتكلم ان انت مجدي عرفات مش عارف ايه، امسح. حاضر يا شيخ يا عم الشيخ بتثني على محمد حسن عبد الغفار. حاضر يا راجل، انا كنت كل شويه بتصل عليك اكلمك. طيب اعتبر ما كنتش بتصل عليك. هو انت غريب يعني؟ الناس كلها خلينا هو كان فين عمده بيقول؟ يحسن الظن قبل الخروج على الحكام. اسمع، لكن انا كنت بصدع بمنهج اهل السنه والجماعه واحرم الثورات والمظاهرات والخروج على اسالوا عماد في 2011 هات لنا مقطع لحضرتك كنت بتحارب الثورات يا عمده. لا يوجد. هي لا يوجد ايه؟ العكس تماما. ده حلف بالله والله وتالله. الله العافيه. يلا حكام. لكن افجعني والله، افجعني هذه القرأة افجعتني يعني. افجعني العتيبي ان عليه قطبي وكان في احضان القطبيه. افجعه، شكله كان نايم ولسه صاحي، حد رش عليه ميه. والله حالة فجعة. الله. وهؤلاء ليس عندهم خوف من الله عز وجل يعني. وانت عندك يعني خوف. انت عماد كان عندك خوف والله وبالله وتالله. طيب يمين غموس، نسال الله العافيه. ما هو ما علينا. هذا العتيبي يكذب ويتحرى الكذب، ولذلك لن اجعله في حل. وصلوا المقال اللي انا كتبته ده، لن اجعله في حل. كذاب اشر يقول عني انا قطبي. طب انا دروسي ومحاضراتي تشهد. دروسك ايه يا عمده؟ دروسك يا حبيبي؟ هات لنا حد كده درس كده بتعمله عشان نسمعه. ده بقى كان ردي والاخ كان عنده. ده بقى الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تعليق على صوتية هذا عماد رفعت يقسم ويقول أنه لم يكن قطبيا. أقول له أنت كذاب من وجوه. الوجه الأول، في زمن الثورة في مصر ما رأينا لك صوت إلا أنك في أحضان العدوي. كان في الشيخ رسلان يا عماد، كنت بتصدع فين بقى بالظبط؟ الشيخ رسلان كان معروف، كنت بتصدع فين؟ انا عايز اعرف بالله والله وتالله. يا رجل لئن تخرج من بيت لواط احب الي من ان تخرج من بيت مبتدع وانت في احضان العدوي. القنوات الحزبيه، وكان الشيخ رسلان حفظه الله يصدع بالحق. ولم نرى هذا الكذاب عماد يتكلم حتى يقول، بل كان ينكر علنا على ولاة الأمور ويتكلم بكلام الحزبية ويجالس هؤلاء. فلذلك ما قاله هو كذاب، وفيديوهاته منتشرة بين الإخوة. يا راجل ده انت لو عملنا لك صفحة في انكاراتك العلنية هنزلك اكتر من 50 فيديو غير اللي انت مسحته يا عماد، وتقول انت كنت على مذهب الحق. ما فيش مشكلة. ينكر انكار علني، يجالس اهل البدع في زمن الفتنة في احضان اهل البدع، وان كان اهل السنة في هذا الوقت. يا عماد احنا كنا على المنابر وقتها بنقول ان الثورة حرام. انا بعضهم كنت بعطي درس في المرج في منطقة اسمها القلق، قال لي لو جيت هنقتلك. كنت بقول الخروج على الحاكم لا يجوز. عنينا بفضل الله من سنين ونحن على المنهج لن نتلون ونفتخر بذلك، وذهبنا للكبار مش تأتونا بشوية عيال يتكلموا. نحن نعرف من هم العلماء. وانت كنت فين يا عماد؟ يقول لك انا كنت ايه بس؟ انت مشكوك في امرك اصلا يا عماد. الحمد لله والصلاة والسلام. يعني اخذ عناوين وكتب درس اهل البدع في زمن الفتنة في احضان اهل البدع، وان كان اهل السنة في هذا الوقت. كان الشيخ رسلان معروف والطلبة، وبفضل الله هذا الرجل الآن يريد يعني لما فضحوا الرضواني وقالوا هو سارق. طبعا هو عماد سارق، اخذ كلام الرضواني بعناوينه، يعني اخذ عناوين وكتب بعناوينها. الرضواني وضع بس فقط فيها الغلاف، وكتب بس الفقير الى الله عماد. خلاص.
نعم. لكن هو كذاب فعلا وقطبي، وكان في احضان هؤلاء. وانا كنت نفسي، بعض الاخوه كان يقول لي يا جماعه المفترض عماد عشان يتوب يخرج يذكر اصول اهل السنه خلاص، ويتوب توبه صادقه خلاص، وبعد ذلك يتكلم بقى في اي حد. لكن هو جاي لنا بحساله الحزبيه ويتكلم في الكبار. صحيح. في 2011 كنت بتلف على القنوات صدى ومش عارف ايه وعمال يا راجل ده انت بتنكر اركان عالمي، انكار علني على ولاة الامور، كتابه وصوت وكل شيء. انت كان قصدك تعمل ايه تاني؟ قلت لك ما كنت قطبيا ولا اخوانيا ولا هنديا. يا شيخ بيه بالله والله وتالله عيب عيب عيب. لذلك نقول لو احد من الاخوه يريد يطلع نخرجه، يا ريت